كانت أمي نائمة في غرفتها، وكان أبي في المتجر يرتب البضائع. أنا كنت جالسة في غرفتي أذاكر دروسي بهدوء. فجأة سمعني أخي يوسف يناديني من الحمام: يا سارة، أحضري لي المنشفة البيضاء من فضلك، أنا انتهيت من الاستحمام. نهضت فورا، أخذت المنشفة وذهبت إليه. ما إن فتح الباب حتى وقعت عيناي على كتفه وصدره العاري وهو يجفف شعره. شعرت بصدمة غريبة، رأيت شيئا لم يكن من حقي رؤيته أبدا. أغلقت الباب بسرعة، لكن الصورة بقيت محفورة في ذهني. جلست على الأرض لحظات، قلبي يدق بعنف. لماذا لم يأخذ ملابسه معه من الأول؟ كان يعلم أنني سآتي. شعرت بالغضب منه ثم بالخجل من نفسي، لكن المنظر لم يغادر عيني. كم بدا جسده قويا ومختلفا عن الذي أعرفه. لم أكن أدرك أنه كبر هكذا. استلقيت على سريري، أغمضت عيني وبدأت أتخيل لو أنني مددت يدي بلطف ولمست كتفه، سيبتسم ويشعر بالراحة، وأنا أيضا سأشعر بدفء الأمان لأنه أخي. شعرت بإحساس غريب يسري في جسدي، كأن خيوطا دافئة تتحرك في أماكن مختلفة. فجأة سمعت صوت فتح باب غرفتي، ففتحت عيني مذعورة. كان يوسف قد دخل وجلس بجانبي على السرير. قال بابتسامة: اليوم كان الجو حارا جدا، استحممت مرتين وما زلت أشعر بالحرارة. ابتسمت له وقلت: تستحم كما تشاء يا أخي، لكن تذكر أن تأخذ أغراضك معك دائما، لا تناديني كل مرة. شعر بالإحراج وقال: نعم نسيت، هل رأيت شيئا يا سارة؟ خفق قلبي بقوة وقلت بسرعة: لا، لم أرى شيئا، فقط أعطيتك المنشفة وأغلقت الباب. وضع يده بلطف على كتفي وقال: أنت أختي الغالية، أنا دائما أقلق عليك، أنت أصبحت فتاة كبيرة الآن وهذا يخيفني. سألته: كيف تعرف أنني كبرت؟ قال: عندما تصبح الفتاة امرأة يظهر ذلك في كل شيء. قريبا ستتزوجين وتتركين المنزل، وسأبقى وحيدا هنا وسأفتقدك كثيرا. ضحكت وقلت: لا تخف، ستجد زوجة طيبة تحبك وترعاك وستنسى أمري تماما. قال بصوت حافت: وجداني لا يا سارة، لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانك في قلبي، حتى الزوجة لن تكون مثلك أبدا. الأخت أحيانا تكون أقرب وأفهم، تستطيع أن تكون كل شيء لأخيها. شعرت بعدم الارتياح الشديد وقلت: هذا كلام غير صحيح يا يوسف، كل له مكانه، الأخت أخت والزوجة زوجة، الله وضع لكل شيء حدودا، والخلط بينها يسبب الخطأ والحرج. سكتنا طويلا ثم قال: ربما أنت على حق، كانت أفكاري مشوشة وغير مناسبة. ثم أخرج من درجه كتابا صغيرا وقال: خذي هذا الكتاب، فيه قصص عن الأخلاق والأسرة والحياء، اقرأيه بهدوء، ربما يفيدنا كلانا. أخذت الكتاب إلى غرفتي وقرأته ليلا. كانت صفحاته تتحدث عن احترام الخصوصية والحفاظ على الحدود بين الأقارب، وعن الندم الذي يأتي بعد الأفكار الخاطئة. بعد أيام قليلة جلسنا معا واعترف كلنا بالذنب. قال يوسف وعيناه تنظر إلى الأرض: أنا آسف جدا يا سارة، كان يجب أن أحافظ على خصوصيتي، وكلماتي كانت غير لائقة تماما. شعرت بالذنب كل يوم منذ ذلك الحين. وأنا بدوري قلت وصوتي يرتجف: وأنا آسفة أيضا، كانت تخيلاتي وأفكاري خاطئة وغير مناسبة بين أخت وأخيها. شعرت بالندم الشديد طوال الوقت. تعانقنا بحنان أخوي نقي، ووعدنا بعضنا أن نحافظ على الحدود دائما، ونحترم خصوصية بعضنا، ونبني علاقتنا على التقوى والاحترام الحقيقي. والدرس الأخلاقي الذي تعلمناه معا: يجب على الأخ والأخت أن يحافظا على الحياء والخصوصية داخل الأسرة، فالأفكار والكلمات الخاطئة تؤدي إلى الشعور بالذنب والندم. أما الحب الحقيقي بين الأقارب فهو الحب الطاهر الذي يعتمد على الاحترام المتبادل والالتزام بتعاليم ديننا. من يخطئ في ذلك يندم، ومن يحافظ ينعم بالسلام والبركة في العائلة.